اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك. السلام عليكم حبيباتي الغاليات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. وصفتنا لنهار اليوم حلوة تجي بزاف بزاف هايلة، تجي مقارمشة ومعلكة روعة يا البنات، تجي مع قهوة حليب ما شاء الله. تبعوا معايا الفيديو الاخير. اول شي حبيباتي عندي 2 كيسان ونص تاع الفارينة ما يعادل 300 غرام. انا هنايا ديجا انخلتها هكذا. ديما نقول لكم يعني الفارينه نتاعنا ديما في الحلويات ولا سواء خبز ولا لازم ننخلو الفارينه نتاعنا هكذا. انا درت كيما شفتوا معايا، درت 2 كيسان تاع الفارينه، وهنايا 2 كيسان ونص. ورايحه هنايا البنات نضيف عليها كاس تاع سكر ما يعادل 200 غرام هكذا، كاس يكون معمر. وراح نضيف عليها كذلك عندي كاس تاع لوز محمص، وكما راكم تشوفوا فيه هنايا يعني راني قطعته يعني اجزاء هكذا تكون شويه خشينه، ما نقطعوش رقيق يعني ما نطحنوش. انا قطعته هكذا بالسكين فقط ما يعادل 125 غرام. راكم تشوفوا البنات انا هنايا بديت بالنواشف يعني الفارينه والسكر وهذاك اللوز. راح نضيف عليهم هنايا 2 حبات تاع البيض. نبدا هنايا نلم العجينه نتاعي بالبيض والزبده. بلا ما ننساو هنا البنات عندي رشه صغيره تاع الملح هكذا، وراح نضيف مغرف تاع الفاني. هذه هي البنات. ونبدا هنايا نلم العجينه نتاعي كما قلت لكم بهذاك البيض والزبده. بالنسبه للبنات للزبده عندي مغرف ونص تاع زبده كنت ذوبتها يعني ما يعادل 75 غرام. هادو هما المكونات اللي راح نلم بهم العجينه نتاعي. نبدا هنايا نلم العجينه نتاعي غير هكذا بسباتولا، ومن بعد رايحه نبدا بيديا. بلا ما ننساو حبيباتي هنايا عندي هنا الخميره فوق النص شويه، يعني ندير نص كيس خميره ونزيد غير شويه عليه يعني ما يعادل 6 غرامات. ونبدا هنايا نلم العجينه نتاعي كيما قلت لكم غير بشويه. نبدا ندخل هذاك البيض مع هذيك الزبده حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. شوفوا البنات انا هنايا راح كيما قلت لكم نخدم غير بيديا، يعني ديما نقول لكم اليد احسن باه نتحكم في هذاك القوام هكذا. ونبدا هنايا غير باليد نلم العجينه نتاعي. وهنا حبيباتي اذا حسيتوا العجينه نتاعكم ناشفه تقدروا تضيفوا لها غير شويه تاع البيض. انا هنايا زدت لها شويه تاع البيض ولميتها هكذا، راح تتلم معاكم بكل سهوله. بعد ما لميت العجينه نتاعي يعني مش راح نعجنها غير تتلم معايا، راح نتخلص نجيب مغرفه هكذا ونحي هذيك العجينه من اليدين. وراح هنايا تقدري يعني تغسلي يديك كما تقدري تدهنيهم بشويه تاع الزيت. وراح نفرغ العجينه نتاعي على طاوله العمل هكذا، ونجيب الكوبات ورايحه نقطع العجينه نتاعي. انا هنا قطعتها على 4، تقدروا تقطعوها نتوما على 3 قطع هكذا، راح تجي الحلوه تاعكم مليحه هكذا. انا هنايا جاتني يعني شويه رقيقه، تقدروا ديروها على يعني 3 قطع هكذا ولا 3 حرابش تجيكم هايله. بعد ما قطعتها انا على 4 كما راكم تشوفوا رايحه نشكلها على شكل حربوش كي شغل راكي ديري في الكروكي. هنايا شوفوا هنا البنات حطيت يعني قطره تاع زيت فقط على طاوله العمل، تدهنيها غير بشويه تاع الزيت باه يعني هنايا تتحل معك العجينه هكذا وتجيك رطبه. نديرها هنايا حرابش ورايحه نحطها في الصينيه تاع الفرن كما راكم تشوفوا، يعني الصوره راهي واضحه امامكم. البنات رايحه نفتح الحربوش تاعي نسقمو مليح ونهز العجينه نتاعي ولا الحربوش تاعي ونحطوه في الصينيه تاع الفرن بهذا الشكل هكذا، ونسقمو مليح يعني نديرو على شكل مستقيم. وراح نفس الشيء راح نخدم العجينه متبقيه. ندهن طاوله العمل غير بشويه تاع الزيت ونكمل نحل الحربوش الثاني بهذا الشكل. نمشي العجينه مليح كما قلت لكم الزيت راح يساعدني بزاف ولا يساعد العجينه نتاعي باه تتفتح بكل سهوله وتجيني رطبه، يعني الوجه تاعها يجي رطب املس هكذا. راح نحلها نفس المقاس تاع العجينه الاولى. راح نستفهم كامل في الصينيه تاع الفرن توال بعضهم هكذا.
وراح بنفس الطريقه نكمل العجينه نتاعي حتى نكمل الحرابش تاوعي هذو. انا كما قلت لكم حبيباتي تقدري تقسمي العجينه نتاعك، يعني من الاحسن تقسميها على 3 قطع باه يجيو الحبات تاعكم ملاح، يعني يجيو كبار هكذا بنفس الشيء. رايحه نفتح الحبه هذه تاعي كما راكم تشوفوا الاخيره. هنا البنات بعد ما فتحت العجينه نتاعي رايحه نسقمها في الصينيه، ومن بعد رايحه نبدا هنايا نسقم في هذوك الحرابش تاوعي كامل كيف باه يجيو على خط واحد هكذا بهذه الحركه هذه هكذا. نسقم الحرابش تاوعي هكذا كما راكم تشوفوا باه يجيوني هنايا يعني كي يطيبولي كامل كيف. راح هنايا واش ندير، راح ندخلهم الفرن على 180 درجه تقريبا واحد من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ومن بعد نخرجهم راح نزيد نعاود نقطعهم ونعاود ندخلهم للفرن. هنا البنات بعد يعني ما طابت الحلوى تاعي وتحمرت لي من الفوق، واش راح ندير، رايحه نقسمها ولا نقطع الحلوى تاعي وهي سخونه، ما نخليش حتى تبرد لي وهي سخونه. رايحه نقطعها كيما نقطعوا الكروكي هكذا، نديرها قطع هكذا كل وحده واش تحبي ديريها مربعات، تحبي ديريها كيما هكذا يعني نفس الشكل تاع الكروكي. راح نقطعها وراح كيما قلت لكم البنات راح نجيب صينيه اخرى تاع الفرن، كنت يعني فرجتها بورق الطهي، ورايحه نعاود نستف فيها الحبات تاوعي كامل. راح نديرهم على الجهه يعني على الجوانب تاعهم باه يتحمروا لي مليح. انا هنايا صاي قسمتها هكذا كما هنا راكم تشوفوا، يعني وهي سخونه راح تتقسم لكم بكل سهوله، تتقطع بكل سهوله، احسن من اللي تخليها يعني تبرد معك راح تتفتت لك. وراح نبدا هنايا غير نسيسها بالعقل ونهز الحبات تاوعي كامل نحيهم هكذا، ونبدا هنايا راح كما قلت لكم نحمر لهم هذوك الجوانب، يعني نقلبها على الجوانب تاعها باه تتحمر لي مليح، راح تعطيني واحد القرمشه ما عندي ما نقول لكم. كما راكم تشوفوا حبيباتي يعني في دقائق فقط وجدنا الحلوى هذه، ما خدتش معنا وقت يعني بزاف، سهله بسيطه، مكوناتها كذلك راهي بسيطه، وتقدري تحضريها هكذا لوليداتك مع قهوه العشيه ولا الفطور هكذا، كيما تقدري ديريها لضياف الغفله هكذا، يعني راح تحمر لك وجهك. شوفوا البنات كيفاه جات، يعني قربت لكم الصوره باه تشوفوا كيفاه جات مع هذيك المكسرات، جا واحد الشكل رائع. راح انايا ندخلها الفرن غير تتحمر لي فقط ونخرجها هكذا. انا هنا بعد ما كملتها كما شفتوا يعني غير 3 حبات، تقدري تقولي 3 حبات تاع البيض طيحت لي كميه ما شاء الله. هذه هي الحلوى تاعنا تاع نهار اليوم حبيباتي، وجدناها في رمشة عين، تجي مقارمشة وتجي معلكة، واحد البنة فيها ما عندي ما نقول لكم، وزيد كمية ما شاء الله. نتمنى حبيباتي تجربوا هذه الوصفة وتنال اعجابكم. وش نقول لكم هنايا وصلنا لحقنا الاخر يعني الفيديو. وش نقول لكم حبيباتي، ما تنساونيش بالجيم والكومنتير والبارطاج لاحبابكم واصدقائكم، لانه التفاعل تاعكم راح يحفزني ويزيد يشجعني يعني باه نزيد ندير لكم فيديوهات اخرين. اذا كنتي اول مره تزوري حبيبتي قناتي ما تنسينيش هنا بجيم وكومنتير وتفعلي الجرس هذاك باه توصلك كامل وصفاتي الجديده. شهية طيبه، مع السلامه.